هلا بنات. تعرفون انه انا دائما اروج لفكره تغيير العادات، لان كل الرجيمات اللي هي سواء كيتو صيام عكسي، بعض الاحيان تكون هاي طرق سريعه بس طرق ما تنطينا نتيجه على المدى البعيد. فاني اروج لفكره تغيير العادات. من نغير العادات ونعيش كنمط حياه صحي راح يساعدنا نتخلص من السمنه للابد وما ترجع لنا الوزن الزايد او السمنه الزايده. اول عاده واهم عاده معظم الناس ما تضبطها هي عاده شرب المي. نسبه كبيره من الناس ما عادة شرب المي تكون صعبة عليهم. فأول ما نبدي بهذا البطل، ونتعود شوي شوي نشرب كميات قليلة خلال اليوم لحد ما نقدر إحنا نزيد هذا البطل، يصير بطلين، يصير 3 4، نوصل مرحلة إنه إحنا نشرب بين 1.5 إلى 2.5 خلال اليوم، ويزيد هالكمية مع التمرين. عادة شرب المي هي أهم العادات. العادة الثانية شرب السعرات. شنو يعني نشرب سعرات الحرارية؟ العصائر، المشروبات الغازية، الكريمة اللي موجودة بالكافي، هاي سعرات حرارية تدخل للجسم، بس هاي سعرات فارغة، الجسم ما يستفاد من عندها، لا بها مواد مغذية لا تخلينا نبني أنسجة جديدة أو كتلة عضلية أكثر. فانتبهوا لي على السعرات اللي تاخذوها من الكريمة حتى لو كانت صحية. العادة الثالثة السناكين حتى لو كان سناك صحي قدر الإمكان نحتاج إحنا نوصل مرحلة نقلل من هاي العادة، لأن هاي العادة تخلي نسبة السكر بالدم غير مستقرة، تخلينا نشتهي أكثر، وأوقات بدون ما نحس إحنا ندخل سعرات عالية. يعني هذا تشيبس بروتين تشيبس وصحي، بس إذا أنا أبدي أفتح التشيبس بدون ما أنتبه على نفسي راح آكل كميات وسعرات عالية من عنده. العادة الرابعة إنه إحنا ندخل خضروات في كل وجبة بأكلاتنا. من ندخل الخضروات نسبة الألياف عالية، معادن، فيتامينات، كل الخضروات لها فائدة للبشرة، للشعر، للأظافر، تحسس الإنسان بالشبع. حتى لما بدينا نقلل كميات أو الحجم الوجبة، فتدخيل الخضار أكثر العادات اللي راح تساعد الناس توصل لهدفها وتحافظ عليه. فتتست لهذا اليوم، يا رب عجبكم الفيديو.